ربنا سبحانه وتعالى قسم الأرزاق وفضل بعض الناس على بعض لحكمة عنده سبحانه وتعالى. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. لما تبص على الناس هتلاقيهم متقسمين درجات، منهم الغني اللي دخله أكبر بكتير من احتياجاته، ومنهم فوق المتوسط اللي دخله مغطي احتياجاته وعنده فائض يعيش مرتاح، ومنهم المستور اللي يدوب مكفي نفسه، اللي جاي على قد اللي رايح وكان الله بالسر عليه، ومنهم الفقير اللي ما حيلتوش حاجة وحتى لو بيجيله حاجة ما بتكفيش ولا ربع احتياجاته. وبين الدرجات دي ودي درجات كتير وكتير. تيجي بقى ظروف اقتصادية زي اللي احنا فيها دي وتاخد كل الناس معاها لتحت، فالغني هيفضل غني بس مش زي الأول، فلوسه هتقل أو قيمتها هتقل. وفوق المتوسط هيبدأ دخله يقرب جدا من احتياجاته، فيبدأ يمسك ايده ويتنازل عن بعض الرفاهيات. والفقير هيزداد فقره للأسف، لكن مش تاخد الريح من البلاط. عارفين مين أكتر واحد بيتبهدل في الليلة دي؟ عمنا اللي كان مسطور ده، لأنه لأول مرة دخله هيقل عن احتياجاته وهيتنقل معاها لخانة تانية خالص. وهو ده بقى في شرع ربنا اسمه المسكين. والمسكين هو اللي بيشتغل فعلا وعنده دخل، لكن دخله مش بيكفي احتياجاته الأساسية، زي ما ربنا قال في القرآن: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. مساكين يعملون، عندهم شغل عندهم ملك، لكن اللي داخل منه أقل من احتياجاتهم. وحتى المساكين درجات، من أول الوظائف البسيطة خالص محدودة الدخل اللي كلنا عارفينها لحد بعض الوظائف اللي تبان في عين الناس عالية، ومنهم نماذج ما تخطرش على بالك، لكن أصحابها للأسف دخلهم محدود وما بقاش يكفي احتياجاتهم الأساسية. وللأسف الشديد فئة المساكين دي بكل درجاتها هم أكتر ناس مظلومة. ليه؟ أولا لأن الناس شايفينه بيشتغل، وفي ناس عندها اعتقاد كده إنه طالما بيشتغل وعنده دخل يبقى عارف يدبر حاله. خلينا احنا مركزين مع المعدوم، الكلام ده غلط. أي واحد دخله ما بيكفيش احتياجاته الأساسية ده عند ربنا اسمه المسكين. والمسكين ربنا جعله مصرف أساسي من مصارف الزكاة 8، وغالبا مش هتلاقي آية في القرآن ذكرت الفقراء غير ومعاها المساكين. دي تقسيمة ربنا، انت عندك أولويات تانية انت حر، لكن مش من حقك أبدا تقول إنه مش مستحق عشان بيشتغل. ثانيا جزء كبير منهم طبيعة وظائفهم خدمية بتستلزم منهم الاختلاط بالطبقات الميسورة والاحتكاك بيهم بشكل مباشر، فغصب عنه ممكن يتكسر ويحس بالفرق. عامل النظافة البسيط اللي بيقف في المولات الكبيرة شايف ناس بتشتري قطعة ملابس صغيرة بأسعار أضعاف مرتبه مرتين ثلاثة. عامل البنزينة اللي واقف يمون العربيات شباب مكافح زي الورد بيدخل عليه ناس وعربيات أشكال والوان. شباب الدليفري اللي ممكن يوصل طلبية واحدة ب3-4 آلاف جنيه وهو شقيان عشان يكمل مصاريف تعليمه. راجل الأمن السكيورتي اللي بيقف قدام المحلات أو العمارات يحرسها بالليل وشايف الناس طالعين وداخلين وربنا موسع عليهم. كل دول في شرع ربنا مساكين، اجتمع عليهم ألم الاحتياج مع ألم الإحساس بالفرق والحرمان. ده انت نفسك لو قضيت يوم وسط ناس أغنى منك بكتير غصب عنك هتحس بالفرق، ويمكن تحزن على حالك اللي هو أصلا زي الفل وكل الناس بتتمناه. فما بالك بالمسكين اللي مش لاقي أساسيات حياته، يمكن بيحس بالحرمان أكتر من الفقير الغلبان اللي قاعد في مكانه منعزل عن بهرجة الدنيا، كل همه ياكل ويشرب وبس. والجمعيات الخيرية كلها مركزة معاه وبتوصل له لحد عنده وتأمن له احتياجاته، وفي بعض مواسم الخير ممكن يوصل له اللي يغطي احتياجاته واكتر ولو بشكل مؤقت، وربنا يا رب يزيد المحسنين. اما التاني ده فملوش حد الا ربنا، كان ممكن يستسهل ويتسول زي ما بنشوف ويجمع ثروات، لكن اختار يعافر ويكسب لقمته بالحلال. الشباب اللي زي الورد اللي بيدرسوا ويتافحوا عشان يغطوا مصاريفهم ويخففوا عن اهاليهم، رجاله كبار في السن عندهم اولاد وبنات في مراحل التعليم المختلفه نفسهم يفرحوا زي ما اولاد الناس بتفرح. كل واحد فيهم عنده احلام وطموحات زيك بالظبط، بيصارع الواقع اللي هو فيه عشان يدخل على اولاده بلقمه حلال في زمن حتى اللقمه الحلال بقت صعبه. ده غير بقى الفئه المجهوله اللي محدش دريان بيها اساسا، المتعفف اللي يبان عليه مسطور لانه كان بالفعل مسطور، محدش يتخيل انه بقى مش قادر على مصاريف ولاده او معوش يكمل الشهر، ودايما هتلاقيه في غايه التعفف زي ما ربنا وصفهم في القران: يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، ومستحيل كرامته تسمح له يطلب من حد حاجه، تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحافا. طيب نيجي بقى للمشكله الثانيه، نساعد المسكين ازاي؟ لو بنتكلم عن الفئة البسيطة الأولانية فالموضوع سهل الحمد لله. الإكرامية متعارف عليها في كل بلاد العالم ومفيش فيها أي حرج. في كل مرة تتعامل فيها مع حد من الفئة دي أعمل حسابك دايما في إكرامية إضافية زيادة عن حقه، تنوي بيها صدقة خفية تساعده بيها على مشاق الحياة أو تحسبها من زكاة المال. وأما بقى الفئة الثانية واللي هتلاقي منهم نماذج كتير في عيلة كل واحد فينا، فالموضوع يبان صعب، لكن الحمد لله على العادات الاجتماعية والتكافلية الجميلة الموجودة في عاداتنا وتقاليدنا، زي العيدية وزي نقطة الجواز والخلفة والنجاح والشفاء من المرض.
في كل الحالات دي يجوز تقتطع من زكاة مالك وتديها له. عزومة العيلة في العيد، لو ليك قريب محدود الدخل ادي ولاده هدية كبيرة من زكاة المال عشان يفسحهم ويأكلهم ويجيب لهم لبس جديد، وهو هيفهم لوحده من غير ما تحرجه بشكل مباشر. لو واحد بيجوز بنته كلم عيلتك واصحابك وجمعوا له رقم كبير وحط فيه من زكاة مالك ولا يهمك، ده مسكين وكمان قريبك ورحمك والأقربون أولى بالمعروف. ودور دايما في محيط عيلتك وأحبابك وجيرانك، هتلاقي ناس كتير تستحق المساعدة، الظروف الاقتصادية بهدلتهم. ما تروحش تدور في آخر الدنيا على واحد محتاج وابن عمك مديون وبيشتغل شغلانتين عشان يعلم ولاده، ولا خالك مش عارف يجوز بنته، ولا جارك مش قادر على مصاريف العلاج. دي وصية حبيبك صلى الله عليه وسلم لما اتسأل عن توزيع الصدقة قال: أرى أن تجعلها في الأقربين. وقال صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. وقيل: لا صدقة وذو رحم محتاج. وقال الله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. وحاول تتفنن في طريقة توصيل المساعدة بدون إحراج وبحفظ الكرامة وبالهدايا العينية اللي محتاجها كل بيت، واحسبها من زكاة المال وإن شاء الله تاخد أجرك مرتين. وافتكر إن المال مال ربنا سبحانه وتعالى، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وإن ربنا لما فضل ناس على ناس في الرزق فضلك أنت واختارك إنك تكون اليد العليا. ومن شكر ربنا على نعمته إنك تساعد الفقراء والمساكين اللي حواليك خصوصا في الظروف الصعبة دي. وافتكر إن ربنا سبحانه وتعالى شرع المناسبات الدينية والأعياد عشان نفرح، والفرحة ما تكملش غير لما الكل يفرح.